في نقطة لازم كل شخص بيحب أو داخل على جواز أو داخل على خطوبة، مش أي حاجة تختارها كده وخلاص، أو أنت مش الشخص اللي أنت قابلته وحبيته وخلاص خلص الموضوع. لا لا لا، مش كده خالص. الشخص اللي أنت تقابله وتحبه وتعجب بيه وتعرف اللي هو سندك في الحياة، وتعرف اللي هو دلوقتي في مشاكلك أكتر، يعني لما بيبقى في مشاكلك اكتر من فرحك، الشخص ده هو اللي تقدر تكمل معاه حياتك. ما تجيش تقول الشخص اللي انا شفته عجبني دخلت البيت من بابه، لا لا، الشغل ده لا، انا مش عايزك كده خالص. الدنيا اتغيرت، خلينا للاحسن. الشخص اللي تعجب بيه، الشخص اللي تحبه، الشخص اللي يقف جنبك وعارف اللي هو هيقف جنبك وقت شدتك، مش على اول الطريق اتزنقت خلاص يبيعك. لا 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 لا، اسمع من اخوك، اسمع من اخوك. تجربه عن تجربه كبيره قوي. الشخص اللي يقف جنبك ويقف في ظهرك ويقف ويعمل ويقول لا ده وده 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 وده، ويبقى يكون في شدتك اكتر من اي حاجه حواليك. الشخص ده هو ده اللي يقدر تخش البيت من بابه، ده اللي تقدر تكمل معاه حياتك، ده اللي هيقف جنبك، ده اللي هيساعدك. افهمها بقى انت.